كان نفسي بجد اخلص الغسولات اللي عندي بسرعه علشان اجيب غسول كولاجرا الاخضر واجربه معاكم. هو سعره الحالي 150 جنيه، بس انا كنت شاطره واشتريته ب 100 جنيه بس في عرض يعني. غسول كولاجرا للبشره الدهنيه والمختلطه، هو حجمه 200 مللي. استخدم غسول كولاجرا الاخضر مع السيرم النياسيناميد بتاعه. ريفيو ده هينزل لكم قريب. هو جل شفاف خالص، لطيف قوي على البشره. هو فيه عطر منعش، بس ممكن لو انت بشرتك حساسه ما ترتاحيش معاه. بصوا مكوناته الاساسيه هي السلسليك اسيد والنياسيناميد واللاكتيك اسيد، في كمان جلايكوليك اسيد، وفي مستخلص الشاي الاخضر، وهي كلها مجموعه من الاحماض اللي بتساعدك على تقشير خفيف للبشره. كمان لو عندك حبوب واثارها مع الوقت بيقشرها وبتختفي. طريقه استخدامه، هو بنستخدمه مرتين في اليوم، طبعا بتندي بشرتك بميه. بصراحه في طبيعتي مع اي غسول بحب اعمل مساج نص دقيقه او دقيقه. هو مكتوب لنا ان احنا ما نجيبوش على منطقه العيون، ليه مش عارفه، بس انا بصراحه لما بغسل بيه بشرتي في الصبح بيجي على تحت العين يعني. حاولي ان انت برضو التزمي بالتعليمات. هو عموما مش من الغسولات اللي بتعمل رغوه كتير قوي على البشره، بس هو جنتل عليها، واحلى حاجه ان هو مش بيسيبها جافه خالص. اولا ريحته منعشه جدا جدا، بس كمان بشرتي مترطبه مش محتاجه بعديه مرطب. بيهدي البشره برغم ان هو فيه عطر. بصوا انا بالنسبه لي العطر بتاعه الحمد لله مش عامل لي اي مشكله، بس لو عندك حساسيه من العطور بلاش تشتري منتجات فيها عطور. بستخدم بعديه على طول سيرم النياسيناميد من كولاجرا. الاثنين ليهم تاثير بصراحه حلو قوي قوي على البشره، وهما الاثنين مع بعض بيكملوا معادله ان هما بيقفلوا لك المسام بعد ما نضفناها. طيب بعد ما استخدمته دلوقتي قدامكم ووريتكم تاثيره وشكله على البشره بيكون عامل ازاي، هقول لكم الوعود اللي مكتوبه على الباكج بتاعتهم وتشوف فعلا مدى مصداقيتها. اول حاجه مكتوبه ان هو بيتحكم في افراز دهون البشره. مش انا لسه غاسله بشرتي قدامكم دلوقتي، بعد ساعه بالظبط هلاقي فيه دهون في بشرتي، دي طبيعتها يعني. هو ما حسيتش ان هو فادني في النقطه دي. اللمعان الى حد ما برضو نفس المشكله، ما فادنيش قوي، بس هو بينظف المسام بشكل كويس قوي. بيقولوا لنا كمان ان هو مقشر خفيف. هو مقشر فعلا للحبوب واثارها، ده انا لاحظته. لما بيكون في طالع لي حبوب هنا، دايما بتطلع لي حبوب في المناطق دي هي وهنا في الانف. لما بستخدمه بصراحه مع السيروم بتاعه بحس ان الحبوب بتختفي مع نفسها، يمنع انسداد المسام فعلا. بيحافظ على توازن ورطوبه البشره الدهنيه. طبعا قلت لكم النقطه دي من اول الفيديو ان هو بيحافظ على توازن رطوبه البشره. قيمي الغسول كولاجرا لغايه دلوقتي هو 9/10. ليه مديتوش 10/10؟ لانه هو لازاله الميك اب مش كويس او مش فعال قوي. بحس ان انا مهما ادعك فيه مش بينضف، بضطر ان انا اغسل بشرتي بيه واشطفها مرتين 3 لغايه لما احس ان بشرتي نطفت خالص من اثار الميك اب. وريت تشاركونا تجاربكم عن غسول كولاجرا او اي نوع غسول للبشره الدهنيه والمختلطه، حسيتي ان هو فادك وكان مؤثر معاكم. هيظهر لكم دلوقتي صوره اضغطوا عليها، هيظهر لكم كل انواع الغسولات البشره الدهنيه والمختلطه اللي انا جربتها. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديدها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.